بسم الله الرحمن السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن حاجة اتكلمت عنها قبل كده، هي الدوكينج، لكن آه، مع شوية اكتشافات جديدة. أولا الدوكينج هنعمله دلوقتي على الويندوز، مش محتاجين لينكس أو كده، تمام. فبس هنحتاج شوية برامج نسطبها الأول زي أوبن بابل، طبعا اللي كانت موجودة برفعها في الديسكربشن يعني. أوبن بابل تسطبها عادي، ده الويندوز. أوتودوك فينا برضه دي نسخة للويندوز، وأوتودوك تولز أو اللي هو اسمه MGL تولز برضه دي نسخة طبعا للويندوز، تمام. وطبعا بايمول أساسي يعني، تمام. طيب تعالى كده بس الاول نشوف المواقع نفسها. ده مثلا اللينك بتاع اوتو فينا اللي هو موجود في الباوربوينت، انا هحطه في الديسكربشن. لما تفتحه تنزل تحت شويه كده هتلاقي عندك نوعين من الاسامي، حاجه اسمها فينا وحاجه اسمها فينا سبريت. هتنزل فينا، تمام. طب انت دلوقتي شغال على الويندوز، فمنطقه تنزل 1.2.7 اللي هي وين دوت اكس اي. طبعا ده نسخه احدث نسخه لغايه دلوقتي، تاريخ التسجيل يعني. ممكن مثلا لما تيجي تتفرج على الفيديو تلاقي في نسخه احدث مثلا 1.2.8 ايا كان، فطبعا هتنزل الاحدث. ماشي. آه حلو. طيب فهتنزل طبعا نسخه الويندوز اللي هي دوت اكس اي. ماشي، ده اول حاجه. من باب اللي هتفتح اللينك هتدوس على داونلود، هتنزله وتسطبه. والام جي اللي تولز هتيجي طبعا على شكل الويندوز 1.5.7، تنزله بيه تسطبه، تمام. فينا هتنزله لكن مش هتسطبه، هو دوت اكس اي لكن مش بيتسطب، تمام. طيب نزلنا 3 برامج، وطبعا بايمول بتاعهم برضه. بايمول عشان لو حد مثلا مش عارف بايمول دوت اورج، ما فيش مشكله في الاسم يعني. تنزل تحت شويه وتنزلوا حاجه من الاثنين، يا اما اكس اي انستولر او زيب اركايف، سواء ده وده. بس طبعا الاولاني اللي هو الانستولر دوت من اسمه كده فانت هتسطبه، لكن الاركايف اللي انت هتنزله وتفكه وتشغل على طول، تمام. طيب دول البرامج اللي احنا هنحتاجهم. حلو. طيب احنا هنعمل دلوقتي مثال بسيط كده اللي هو خطوه الريدوكينج. طبعا احنا شرحت قبل كده في فيديو قبل كده، فيعني ايه ريدوكينج والحاجات دي فموجوده في فيديو قبل كده، تمام. هنركز بس في الجزء العملي عشان في شويه اكتشافات كده اكتشفتها فحبيت اقولها. طيب ده مثلا اي دي على طول نازل من البي دي بي، مفيش اي تنظيف حصل له، تمام. آه فاحنا عايزين مثلا نعمل ريدوكينج للكوكريستالايزد ليجند ده مثلا، هو مش غيره يعني، مع التشين دي. التشين دي اسمها اللي هي تشين انا وقفت كده اخترت اي امينو اسيد، فقال لي انت واقف يعني عمل لي تصدير اللي هو الجلايسين هنا اهو رقم 251، تمام، اللي هي بتنتمي للتشين رقم فانا نمسح تشين بي. تشين بي، مسح التشين بي، نمسح الميه والايونات اللي احنا مش عايزينهم. ريموف. جميل كده، تمام. طيب كده نضفنا البروتين بتاعنا. ناقص بقى نفصل الليجند عن البروتين. حلو جدا. نختار الليجند هنا، اكسبورت مولكيول. طبعا هنا النسخه اللي انا فاتحها نسخه 2 بايمول 2، اللي كانت موجوده في الموقع من شويه بايمول 3، تمام. فايه الاختلافات؟ هتلاقي لا طبعا الشكل مختلف بتاع بايمول، تمام، وبعض القوائم فيها بعض الاختلافات. فهنا مثلا في بايمول 2 فايل اكسبورت مولكيول على طول، بايمول 3 لا دي فايل اكسبورت ستراكشر بعد كده اكسبورت مولكيول، تمام. فيعني هتلاقيها موجوده يعني في نفس القائمه، تمام. فالمهم اكسبورت مولكيول في الاخر. آه السلكشن هتخليه سيدي. دلوقتي عايز اسيف الليجند بس، تمام. هنيجي هنا نسيفه ك اس دي اف، نسميه مثلا ال اي جي، تمام. وبعد كده هنمسحه، نمسح الليجند ونسيف البروتين لوحده ك بي دي بي. طبعا هنا سيبته انيبل عشان هو ده الحاجه الوحيده اللي ظاهره، مفيش حاجه تانية موجوده في البايمول دلوقتي غير البروتين، تمام. في مثلا نسميه بروت، طبعا اكستنشن دوت بي دي بي، تمام. ماشي. الحاجه التانية دلوقتي نفتح طبعا الليجند تاني على نفس البروتين، تمام. بس انا سحبته ليه؟ عشان عايزين نعرف ارقام الاكتيف سايت، تمام، عشان في الخطوات اللي بعد كده. فبدل ما في البايمون نفتحه تاني هنجيب كله من بايمون دلوقتي، تمام. طيب نختار الليجند. طبعا الاكتيف سايت هي الامينو اسيدز اللي هي بتحيط الليجند بتاعك، تمام. او لو انت عارف الاكتيف سايت رقمها او اسمها خلاص اختارها، تمام. بس انا مش عارف هنا، مش عارف هي اسمها دلوقتي او ارقامها. فانا عايز بايمور يقول لي ايه الامينو اسيدز اللي حوالين الكوكريستالايزد ليجند، وهجيب ارقامها وهنستخدمها في الخطوات اللي بعد كده، تمام. طيب انا اخترت الليجند، هندوس على حرف الاي اللي جنب سيلي، موديفاي راوند وريزيديو وزن 4 انجستروم. فعمل لك عمل دي سيلكت للليجند واختار الامينو اسيدز اللي حوالين الليجند بتاعك، تمام. فطبعا هتلاقي امينو اسيد كتيره جدا وارقامها مختلفه،
فانت تقعد بقى ايه تاخد واحد واحد وتركبه بايدك، الموضوع صعب شويه. تمام. هنا في الباوربوينت وطبعا الكود هيبقى موجود ديسكريبشن. ناخد الامر دوت كده، نيجي هنا نعمل بيست دوس انتر. يقول لك ايه؟ طبع لك فوق كده ايه؟ ادي الارقام اهي. كان بيقول لك انت عندك ليوسين 248 تيروسين 253 فالين 56. عايز تراجع نبص كده اول امينو اسيد 246 247 248 اللي هو اليوسين ال، بعد كده 251 252 253 اللي هي الواي اللي هي تي واي ار اللي هو التاني وهكذا. تمام. طب انا مش عايز شكله كده، عايز شكله يبقى عامل ازاي؟ الارقام بس مش مهم الاسامي. تمام. فتروح عامل كده، تمسح الريزن جوه برنت وتسيب الريز اي، نعمل كده ادي الارقام. طيب انا مش عايز الارقام كده مثلا، عايزها جنب بعض مفصوله بكوما. تيجي هنا جوه برنت بعد الريزي تعمل كوما وتقول له ايه اند تقريبا، هي اللي كانت اند ماشي. وتقول له علامه تنصيص كوما علامه تنصيص، فهيطلعها لك بشكل كده جميل في سطر واحد. ماشي. خدها بقى كوبي كده، تقدر ايه طبعا انت اي شكل عايز تعمله يعني مش تفرق. تمام. تعمل لك نوت باد كده جديد، ايه تعمل بيست ادي الامينو اسيدز الاكتف سايت بتاعك. سهله من غير ما تقعد بقى تعد بايدك مانيوال وتكتب، لا اوتوماتيك. تمام. فادي اول كده احنا خلصنا بايمول مش محتاجينه في حاجه. تمام. حلو جدا. اقفل البايمول. جميل. بس ده هنسميه كده ايه اكتف سايت. ماشي. حلو جدا. هنا في الباوربوينت في الخطوات اللي احنا هنمشي عليها بيقول لك ان الخطوات اللي انت تعملها على يعني سواء ويندوز او لينكس، مع اختلاف طبعا بعض الحاجات. اول حاجه بيقول لك انت عايز توبتين الليجند بتاعك، سواء هنا في الحاله بتاعتنا دلوقتي اللي هو كوكريسترايزد اللي هتعمل له دوكينج، او مجموعه الليجندز اللي انت عايز تعمل لها دوكينج ايا كان، بس في ايه صوره 3 دي ستراكشر. يفضل دوت اس تي اف او مولتو ايا كان. تمام. في ايه سيبريتد فايلز. يعني ايه سيبريتد فايلز؟ يعني كل ليجند ليه فايل خاص بيه. تمام. فاحنا هنا خلاص فصلنا الكوكريستلايزد اهوت الليج دوت اس دي اف. فدي اول ايه خطوه اتعملت. جميل جدا. ماشي. نرجع تاني. فين ماشي. اول خطوه خلاص في عملناها. طيب الخطوه الثانيه بيقول لك ايه يوزز كود ان ويندوز سي ام دي. تمام. عشان تحول كل الاس دي اف اللي في الفولدر اللي انت واقف فيه لايه لدوت بي دي بي كيو تي. اللي محتاجين اللي تحول لبي دي بي كيو تي علشان الفينا محتاج الليجنز والبروتين برضه يبقى في صوره البي دي بي كيو تي. تمام. ادي الامر اهو. حلو جدا. ايه الاوبن ال سي ام دي بتاع الويندوز ده؟ افتحه ازاي؟ انا فاتح الفولدر اهو صح؟ دلوقتي الفولدر ده فيه كام ملف اس دوت اس دي اف؟ مفيش غير واحد بس. طب انت الاكستنشن مش ظاهر، هتعمل ايه؟ فيو، تعلم لي على فيو فايل اكستنشنز. لو شلتها تلاقي بس كلمه ليج او اسم الفايل بس، لا انا عايز الاكستنشن بتاعك. تمام. طيب حلو جدا. صار الاكستنشن. انا هنا عندي كام دوت اس دي اف؟ هو واحد بس. تمام. روح اعمل ايه؟ تيجي هنا كده تروح كاتب السي ام دي كلها سمول، دوس انتر، فهتلاقي السي ام دي فتح لك بتاع الويندوز كده جميل في الفولدر اللي انت واقف فيه. انا واقف مثلا في الاتش داونلود ترايل. تمام. تيجي في الباوربوينت تاخد الامر الحلو ده كده كوبي، تيجي هنا وكليك يمين وتاني كليك يمين ودوس انتر طبعا فهيحول. تمام. طيب احنا عملنا ايه دلوقتي؟ طلع لك اهو ملف ليج دوت بي بي كيو تي. نقارن كده الاس دي اف بالبي دي كيو تي. ادي الاس دي اف في هيدروجين مفيش هيدروجين. عرفت ازاي؟ مفيش شرط بيضاء. تمام. طيب نفتح كده الليج دوت بي بي كيو تي. في هيدروجين في هيدروجين فين؟ على البولر اتومز اللي ناقصه تكافؤ. يعني طبعا هتلاقي بولر اتومز هنا في الرينج. تمام. نيتروجينز. تمام. وهنا عندك اكسجين لكن التكافؤ بتاعها كامل، مش محتاج هيدروجينات عشان يكمل التكافؤ. الاثنين بس المحتاجين هم الاثنين في النص نيتروجينز. تمام. تمام. طب هو ضاف ليه الهيدروجين عشان انت هنا قايل له داش اتش. داش اتش يعني ضيف الهيدروجين بناء على التكافؤ. تمام. طيب فهو هنا بيحول من اي ملف اس دي اف في الفولدر اللي انت واقف فيه لبي دي بي كيو تي مع اضافه الهيدروجين على البولر اتوم بس. تمام. طب هنفترض انك هنا في الفولدر ده كان عندك كذا ملف اس دي اف بالليجند وبحاجات تانية انت مش هتعمل لها دوكينج. تمام. تروح عامل ايه؟ تعمل لي فولدر جديد سمي اي اسم ترايل مثلا اي حاجه. تمام. وتاخد الليج دوت اس دي اف قط او كوبي ايا كان تحطه جوه هنا. بقى هو فايل لوحده او فولدر جواه شويه ليجنز دوت اس دي اف اللي انت عايز تعمل لها دوكينج. تمام. نفس الكلام تفتح السي ام دي، تعمل لي الامر هنا كوبي بيست
نفس الحاجه هي. تمام. المهم انت وصلت في الاخر ليه؟ ملف دوت بي دي بي كيو تي. تمام. ماشي. هنخلينا نشتغل على اللي بره. نمسح دولت كده مش عايزينهم. ماشي. بعد ما عملنا التحويل لبي دي بي كيو تي ناخد الليجند دوت بي دي بي كيو تي كات جوه الفولدر جديد. تمام. تمام. ناقصنا ايه كده؟ احنا جهزنا الليجندز. تمام. طيب واحد يقول لي طب لحظه كده، احنا كنت في فيديوهات قبل كده شفتها على اليوتيوب سواء عندك على القناه او في قناه تانية. كنا بنفتح برنامج اسمه اوتودوك تولز، تروح فاتح فيه الليجند او الليجندز ملف لو انت عندك كذا ليجند يعني. و بتقعد كده تعمل شويه خطوات بتضيف لك حاجه الهيدروجينز طبعا، وحاجه اسمها بارشال تشارج، حاجه اسمها الكولمان او الجاستايجر. تمام. ده الموجود تولز يعني. وبيطلع لك ملف بي دي بي كيو تي برضه. تمام. طيب تعالى كده نبص على حاجه. ادي ملف البي دي بي كيو تي كملف تكست. ماشي. الليجند. حلو حلو. آه هنا. ماشي. هو يعني ماشي ادي الاكس واي زد اهمت. تمام. عمودين دولت مش مهمين دلوقتي، بس هنا ضايف لك حاجه اسمها بارشال تشارج اللي هو الكيو. تمام. والتي اللي هي ايه؟ التايب، اللي هو الكيو تي الزياده في الاكستنشن يعني. تمام. طيب انا مش عايز اعمل كده، عايز اوريك حاجه تانية. معلش هنمسح دوت عشان حاجه عايز او خليه موجود. ده كده بالبارشال تشارج. تمام. هنغير بس اسمه، خليه تشارجد. حلو حلو. استغلط عليه. ماشي. وهاجي هنا طبعا انا مسطب اوبن بابل، فهنفتح اوبن بابل جي اي يعني بتاعه. وهروح واخد فين الليجند اس دي اف، اسحبه كده هنا. تمام. واقول له طلع لي بي دي بي كيو تي، طبعا نغير اكستنشن فوق هنا فهو اس دي اف هنا انا عندي، والاوتبوت بي دي بي كيو تي. تمام. طيب وهقول له بطلع لي الاوتبوت فين؟ نفس الفولدر بتاعنا هنا هو الترايل، مثلا ايه؟ ترايل ان تشارجد. تشارجد. ماشي. سيف وكونفرت. تمام. تمام. مم، مفيش هنا طيب ماشي. بص كده جوه، استركب بس برضه. اها. عايز امسح البارشل تشارج ديت. انا عايز اوريكم حاجه بس الاول. تشارج. بس هنا في طبعا نسينا نعلم هنا الهيدروجين تو بولار اتوم. ماشي. آه مفيش. حاول تاني كده. طيب نوقف بس التسجيل لغايه ما اشوف موضوع التشارج دوت. طيب هي المشكله كانت كانت في نسخه اوبن بابل. انا كان عندي نسخه 241 اللي اللينك بتاعها موجود هنا في الباوربوينت. جت فين؟ تمام. فالنسخه قديمه شويه فكان فيها شويه باجز يعني. تمام. فالنسخه الاحدث اللي هي 311 هحط اللينك بتاعها دلوقتي في الباوربوينت. طبعا هيبقى موجوده في اسمه ده ديسكريبشن تحت. ماشي. فبعد ما هتخش هنا هتنزل 64. تمام. دوت اكس اي طبعا تنزله وتسطبه. تمام. حلو. طيب بعدين دلوقتي نفس الامر هيشتغل برضه مفيش اي مشكله. تمام. هيشتغل عادي. ويطلع لي ملف الدوت بي دي بي كيو دي برضه، بس ده اللي انا عايز بقى اللي هو الكيو بارشل تشارج زيروهات. تمام. يعني ايه؟ يعني اكن كل الاتومز اللي فيه كلها ايه؟ نيوترال، مفيش اي حاجه ولا برش ولا واحد من 1000 حتى تشارج عليه. تمام. طب ليه عملت كده؟ عشان دي الحاجه اللي انا اكتشفتها بقى. تمام. فهناخد ده كده نسميه الاول، نسميه ايه؟ شارجد. نحط هنا جوه. ماشي. المساحه القديم ده مش عايزينه، ده كان غلط. تمام. فانا دلوقتي عندي 2 هو نفس الليجند. تعالوا كده في بايمول، ده التشارج وده الناتج تشارج، طبعا مفيش اي اختلافات.
هو نفس الاتوم بنفس كل حاجه، تمام، الهيدروجينات بكل حاجه، تمام. افتحهم برضو في السبلاي عشان تبص عليه. ده الانتشارجد زيروهات اهيت، تمام. اللي تشارجد هي نفس الحاجات تقريبا، بس اللي اختلف ايه هي كيوهات. ماشي. ده اللي هو بالطريقه العاديه، اللي هو بتفتح اوتودوك تولز، تضيف الكاستايجر تشارج او كل من ايا كان، وتطلع لك بي دي بي كيو تي. ده الطريقه المانيوال التقليديه، تمام. هنا نفس الفكره، حولنا البي دي بي كيو تي في الاخر، لكن آه من غير تشارج باوبن بابل. ماشي. الاثنين هنعمل لهم دوكينج مع نفس البروتين بنفس كل حاجه، تمام. وهنشوف النتيجه عامله ازاي. يبقى في فرق يعني، هل اختلاف التشارج يبقى في فرق ولا لا، النتيجه يعني او السكور يعني في الاخر ولا لا، تمام. فكده جهزنا الليجن. نيجي بقى لجزء البروتين. هذا البروتين اهو، ده هنجهزه ازاي؟ انا خلاص جبنا الاكتيف سايت بتاعنا من بايمون، خلاص الامر كان موجود في الباوربوينت اللي هو ده السطر هنا. ماشي. ده طبعا خلاص، احنا ممكن بقى ايه نشيل دي كده، نكتبه لاخر نسخه. ارز اي بيساوي ايه كوما. ماشي. طيب، ايه اللي ناقص؟ نجهز بقى البروتين. نجهزه ازاي؟ هنفتح الجي ام جي ال تولز بتاعنا، لا او الاوتودوك تولز، ده الشكل بتاعه اللي هو علامه زرقاء كده. ريمايند ايميليتر، نروح فاتحين او ساحبين البروتين دوت بي دي بي. طبعا هنا اسمه ده البروتين بتاعنا ما فيش هيدروجين. طبعا ممكن احوله اوبن بابل نفس الامر، تمام. لكن خلينا نعملها بالطريقه دي، عشان كده كده محتاجين نحدد الاكتيف سايت بتاعنا والجريد سايز والبوكس وكده، السنتر يعني البوكس والسايز، تمام. طيب اول حاجه ايديت اد هيدروجينز. ماشي. بولر بس كده كده هنمسحهم لما اجي احول بي دي بي كيو تي، ومش هنضيف تشارج. مش من هنا، مش هنعمل اللي هو الطريقه العاديه ايديت تشارجز والاد اللي هو ايه كل من امجا ستاجر، لا مش هنضيفها، تمام. نيجي في الجريد بوكس او الجريد هنا، ماكرو مولكيولز تشوز، نختار البروتين بتاعنا سيلكت اوكي. ونروح نختار لنا هنا الايه المكان اللي احنا عايزين نسيف فيه الفايل بتاعنا، تمام. بروت دوت بي دي بي كيو تي وسيف، تمام. تمام. عايزين بقى نجهز الاكتيف سايت. جريد برضو جريد بوكس. ماشي. آه هو هنا في طريقتين. الطريقه اللي احنا التقليديه انك تيجي هنا في فين الاكتيف هنا اللي احنا اخترناهم، تقعد بقى تظلل لي واحد واحد. تيجي هنا كده، تفتح البروت هنا تشين ايه، وتشوف بقى الارقام بتاعتك، تقعد ايه تعلم على العمود بتاع السي. ايه عمود السي؟ عشان لما تدوس عليه بيظهر لك الامين اسيد كده كسفير، فتبقى واضحه. دي طريقه. تمام. في طريقه تانية، ودي اللي هتسهل علينا خطوه، اننا تجيب السنتر على طول. ازاي بقى؟ نفتح البروتين دوت بي تي بي، او مش لازم حتى الليجند حتى لوحده، دوت اس دي اف، تمام. ونيجي هنا ونقول له ايه، سنتر اوف ماس كده بس، ده اي حاجه تانية. هو حاجه الوحيده ظاهره هي الليجند، فانا بقول السنتر اوف ماس بتاع كل المفتوحه، تمام. بعد سؤال السنتر اوف ماس بتاعك بالانجستروم 15 53 15، فكده خلصنا من خطوه كده سهله، تمام. نيجي هنا في الاوتودوك تولز، بعد ما نقعد بقى نقعد نغير، انا عايز 15، تمام، 50. هو تقريبا كان في نفس السنتر يعني لحد ما 53 15، تمام. ادي جاب لي ايه السنتر، عشان لازم بس ندوس انتر بعد كل اختيار، عشان بس ايه كده ده مكان مظبوط. تمام. طيب، حلو كده. نيجي بقى لايه، للسايز بتاعنا، تمام. هنا بقى بس تبقى دي مشكله، انك محتاج بس ايه تعلم الامينو اسيدز فيها عشان تحدد السايز بتاعك. ماشي. طيب. ثانيه، ركز بقى معايا هنا عشان دي الحاجه الجديده المهمه. في الطبيعي انت هتعمل ايه؟ هنفترض ان عشان نختار الامينو اسيدز عشان ايه تبقى الخطوات زي ما انت ما هتعملها. عايز اصغره كده شويه. الارقام بتاعتنا 2 4 8، لازم نختار كله حتى 8 سي 2 5 3 5 6 5 6 6 9 2 7 1 6 9
8 6 8 9 92 99 ماشي 313 313 315 17 317 318 3 360 بالتالي كويس كده بقى 360 تسوية حلو كده. ادي نفترض الاكتف سايت يعني خلاص اخترنا كل الامينو اسيدز تمام. فانا دلوقتي عايز اظبط السايز تمام حلو كده. طبيعي اللي انت تعمله تروح تلعب في ده بس خلاص ظبطنا السنتر خلاص فهتقعد تلعب بقى في السايز صح. طيب تعالى نجرب بس نعمل الطبيعي اللي انت المفترض تعمله. ماشي كبر في الازرق سنه ايه الاخضر سنه يعني ممكن ايه نشفت السنتر في اتجاه الازرق شويه ثانيه يعني مش مهم التربية دي شويه مش مهم شكلها بعيد اصلا. يلا مش هزعلك. ماشي كده ايه البوكس جميل كل الحاجات جوه وايه زي الفل. ممكن تكبر شويه في الاخضر تمام. ده الطبيعي اللي انت هتعمله صح صح. احب اقول لك بقى ضغط ليه بقى ناخد الارقام نجربها نعمل دوكينج ونشوف ده غلط ليه او ايه النتيجه معانا صح اللي هتطلع. ماشي هنا ناخد ادي الكونف بتاعنا الجميل ده من جوه هنا برضو. طبعا ملف تكست عادي خالص. السناتر بتاعتنا كام وكام وكام 15 53 16 15 53 و 16 مش لازم كسور مش تفرق معانا في حاجه يعني. السايز بقى كام 72 76 68 72 76 و 68 ماشي 68 صح كده 72 76 68 تمام. نخلي الاكسسفنس كام 8. ممكن حتى نديله السي دي هنا عشان نثبت بس ايه الوحدات او الحسابات يعني تمام. ماشي تمام كده. ده الطبيعي اللي انت بتعمله. ماشي هنجرب نعمل دوكن ونشوف النتيجه تبقى عامله ازاي. فين احنا هنا عشان نعمل دوكينج طبعا محتاجين لو هنمشي على الخطوات اللي هنا خلاص جهزنا البروتين بتاعنا ببايمول باستخدام اوتوتوك تولز. عملنا البي دي بي حولنا البي دي بي كيو تي وضفنا الهيدروجينز وحددنا السنتر والسايز تمام. نتجاهل دلوقتي المكتوب بين القوسين ده ما عملناش دلوقتي بس هنتجاهله كده مش مكتوب تمام. وهنسيف الريسبتور السنتر اكس واي زد سايز اكس واي زد والاكسكلوزيفنس في تكست فايل اسمه كونف تكست ادي عملناه من شويه تمام. وبيقول لك اعمل لي فولدر في كل الليجندز دوت بي دي بي كيو تي فايل. ماشي هو ليجند واحد دلوقتي الكونف دوت تكست والفينا تمام. في فولدر واحد جوه الفولدر ده هيعمل لي فولدر تاني سميه ار اي سي هيبقى فيه البي دي بي كيو تي بتاع الريسبتور بس تمام. هنيجي هنا كده ادي البروت ادي الريك ماشي ونعمل بيست. يجي كده ثاني للكونف كونف هنا مكتوب في ايه ريسبتور بيساوي فولدر اسمه ار اي سي اهوت جواه فولدر جواه فايل اسمه بروت دوت بي دي بي كيو تي اهوت تمام تمام. ده كده فين الكونف زيرو تمام حلو. السناتر طبعا بالانجستروم تمام والسايز طبعا ايه بالانجستروم مفترض يعني ماشي. والسيد بس عشان نثبت الحسابات واكسوستيفنس 8 ماشي. ايه تاني ناقص نجيب الفينا هنا برضه تمام. بعد ما عملنا دوت هنعمل ايه بقى بيقول لك استخدم لي السي ام دي تمام تبقى موجود في الفولدر اللي هو فيه الفينا والليجند دوت بي دي بي كيو تي والكونف تكست تمام عشان تعمل لي الدوكينج على ملفات الليجند دوت بي دي بي كيو تي بالامر ده. ده فور لوب كده عاديه بتشتغل في السي ام دي بتاع الويندوز مش محتاج لينكس. عايزينها خلاص كتبناها في الكونف ماشي. نيجي هنا كده نكتب السي ام دي بتاعنا. نيجي هنا نعمل كليك يمين بيست. هنا بيقول لك ايه لكل فايل بينتهي دوت بي دي بي كيو تي هما فايلين هنا اللي هو التشارج والان تشارج استخدم لي فينا اللي هو بالاسم ده. طبعا لو انت عندك فيرجن مختلفه او الاسم سميته غيرت اسمه فمحتاج تغير اسمه تمام. الليجند بتاعك اللي هو الفايل اللي عليه الدور
وكونف هو كونف واحد، وهيطلع لي لوج فايل باسم الليجند بتاعك. خلاص ماشي، ونستنى نشوف هيطلع لنا ايه. نبص كده على اللوج هيتابعه كده. خلص ما شاء الله. سالب 8.9. طب ماشي خلينا ده ايه، ده اللي اتشارجد. ماشي، ونجيب ال uncharged. قرب يخلص. سالب 9. تمام. تعالى بقى ايه، هي مفترض انا عارف مفترض سالب 13، انا جربتها قبل كده فيها سالب 13. تمام. بس تعالى بقى ايه المهم بقى بالنسبه لي. طبعا انت هتلاقي نفس الاماكن تقريبا، مفيش اختلافات قوي. ماشي، بس انا عايز بقى اشوف حاجه. ايه بقى الحاجه؟ الريسبتور الجميل ده. ماشي. طيب. ها. ايوه هي دي بقى اللي انا عايزها. شايف الازرق الحلو اللي فوق ده؟ طيب، احنا دلوقتي لما احنا عملنا دوكينج البوكس كان فين؟ تعالى كده نجيب ده دلوقتي، ونجيب ده كده. ماشي، اللي انت كنت شايفه هنا اوتودوك تولز، ونقارن بده بده. الاول بس عايزين نظهر ايه، بايمول بتاع الليجند البورتين ككرتون عشان يبقى اسهل شويه. بنفس الشكل يعتبر. اه تمام. استحر. طيب، اول ايه نجيب نفس الشكل تقريبا. انت عندك شويه الفا هيليسيس كده فوق. هيلكس صغيره كده هنا كده صح تقريبا. اه كده مظبوط. ماشي. طيب، انا المشكله عندي اللبني، مش مهم البنفسجي دلوقتي، انا عايز اللبني ده. ماشي، اللبني ده موجود فين؟ نبص كده على شكله، هنلف كده لفوق عند هيلكس كده صغنونه فوق كده. تعالى نلفها هنا كده ان الهيلكس الجميله. ادي الهيلكس صغنونه اهي. تمام. هو عامل دوكنج فين بقى؟ بين بيتا شيت والفا هيلكس. يعني عامل هنا كده في حدود البوكس صح؟ طيب، شايفه اللي هو هنا كده. طيب، ده كده معناه مفترض انك ده كده انت يعني تقريبا بره البوكس، يعني في اجزاء من الليجن بره البوكس. تمام. طب تعالى كده نمشي قدام شويه، يمكن نلاقي حاجه تانية احسن. مفيش. طيب، عايز دي كده. ماشي. ماشي. أه... هو هل ممكن نفتح ده على ده؟ ده انهي واحد بس دلوقتي؟ الليجند اتشارجد. ماشي، عايز الليجند اتشارجد. صار اتشارج. ده شويه. تمام. ده الليجند اللي هو الاخضر بتاعنا ده. تمام. بوكس عشان يبقى ايه نقارن كله ببعضه. رقم تاني 15 53 16 سنتر. 16 انتر. 53 انتر. و16 انتر. تمام. السايزات بتاعتنا 72 76 76 كام 68 تقريبا صح؟ 68. ده كده ايه البوكس بتاعنا اللي احنا اخترناه. ماشي. هل ممكن هنا نقلب يمين وشمال. ده كده في اختلافات. ايوه هي دي اللي انا عايزها بقى. دي كان ده اللي انا بص بقلب اهو. شايف ايه ده بقى الحلو اللي بره البوكس ده بقى؟ ينفع اصلا؟ يعني ينفع اصلا يعمل ايفالويشن ليجند
بره بوكس، في اتومز فيه بره بوكس، المفروض ما ينفعش صح؟ اه. اقول لك بقى اللي هو مش بره بوكس اصلا بقى، دي المفاجاه بقى. الليجند اختفى فين؟ الثانيه، ده جميل قوي ده بره بوكس خالص بقى. المفاجاه بقى ان الليجند ده مش بره بوكس. ليه؟ ليه مش بره البوكس؟ عشان نفهم ليه مش بره البوكس محتاجين نيجي للكوماندر هنا الحلو ده، نروح كاتبين اسم البرنامج بس فينا ويندوز انتر، ونيجي نطلع هنا عشان نقرا الحته دي بقى. بيقول لك ايه؟ سايز اك او الثلاث دول او الست دول يعني، السنتر اكس واي زد والسايز اكس واي زد بوحده ايه؟ انجستروم. ماشي؟ يعني ايه انجستروم؟ يعني هنا في اوتودوك تولز كاتب لك ايه؟ نمبر اوف بوينتس. ماشي؟ مش الدايمنشن في بالانجستروم. ماشي؟ ان اكس دايمنشن واي دايمنشن زد دايمنشن. طيب وتحت كده قايل لك سبيسنج بين قوسين انجستروم. بمعنى صح، ده البوكس بتاعك، ده الحقيقه بقى. ده اللي انت كنت بتعمل له دوكمنت دلوقتي. اه. شفت المفاجاه؟ ليه بقى؟ هو يعني سبيسنج هنا في اوتو تولز يعني البوكس عامه، اي جريد، كلمه جريد دي معناها ايه؟ شبكه صح؟ طيب انا دلوقتي لو عندي شبكه 2 دي يعني مربع، نفتح كده الرسام الجميل ده، ادي جريد او مربع يعني، عشان اخليه جريد فانا بعمل كده صح؟ مربعات زي الملف الاكسل كده. ماشي؟ ونكمل طبعا بقى السطور والعمل. طيب ده جريد صح؟ طب لو انا نفس البوكس، هنفترض ده نفس الاحجام يعني بتاع البوكس اللي فوق ده، بس انا عايز اعمل جريد كده صغننه شويه. اللي بتحكمني في مسافه او طول او عرض المربع الصغنن، السبيسنج. تمام؟ بمعنى اصح، هنا لما كان واحد فانا بقول له المسافه بين كل نقطه هنا بوينتس والثانيه 1 انجستروم. بمعنى صح، لما تضرب البوينتس في المسافه يطلع لك كام؟ هيطلع لك ايه؟ طول البوكس بوحده الانجستروم. فلما تضرب 72 في 1 ده معنى ايه؟ 72 انجستروم في الاكس، 76 انجستروم في الواي، 68 انجستروم في الزد. ده اللي انت كنت بتعمله دوك انت دلوقتي بقى. تمام؟ اللي انت كنت شايفه من شويه لما كان السبيسنج 375 اللي هو الديفولت يعني تقريبا كده، او 372 ايا كان يعني. ده لما تضرب ده في ده، ده اللي انت هتشوفه، ده اللي انت اسف، اللي انت شايفه هنا في الاوتو دوك تولز، اللي هو يعني حاصل ضرب الاثنين في بعض او كده يعني، ضرب البوينتس في السبيسنج. بس اللي بيتعمل له دوكينج في فينا، انت مديله ايه؟ مديله الجريد سايز اللي هم 72 انجستروم، هو هيقراها انجستروم، 76 انجستروم، 68 انجستروم. فانت عشان دي يبقوا الاثنين شبه بعض، اللي بيعمل له دوكينج هو اللي انت شايفه هنا، لازم تخلي السبيسنج بواحد، عشان ساعتها فعلا اللي انت تبقى شايفه هنا بقى يبقى هو ده اللي بتعمل له دوكينج. بالتالي ده بوكس كبير جدا صح؟ فمحتاجين نصغر ده 30 مثلا، 30 و 30. ده كده اللي انت بتعمله دوكينج. لو انت خدت بقى القيم الثلاثينات دي، تمام، رحت للفينا وعملت نفس الدوكينج بنفس السيد بنفس السنه بنفس كل حاجه، هيطلع لك كل بقى الليجندز جوه البوكس بقى فعلا. تعال نجرب 30 30 30. تمام؟ هنا الكونف، ممكن نعمل لنا كونف جديد او فولدر جديد. يلا كوريكت بقى. ماشي، ناخد الكونف ده والريك دي والليجند ده والليجند ده واللي فينا دي، نحطهم هنا جوه، افتح لنا او نروح بالسي ام دي جوه هنا. كوريكت. تمام، ونفس اللوب بتاعتنا الجميله. اي بي دي بي كيو تي استخدم فينا الليجند اهوت الكونف. نسينا نغير الكونف سايز 30 30. طبعا هنا بقى انجستروم. ماشي، شو نسيف ونيجي هنا طبعا بنفس الستيل عشان يبقى نفس الحاجات، ونيجي نعمل دوكينج بنفس الاكسس بالنسبه لنفس كل حاجه. ماشي، نفتح كده نتابع. ماشي، شايف الفرق الواضح؟ انا كده ليه؟ منطقي، انت كنت من شويه كنت بتدك على كل بروتين،
هنا لا، انت حددت بقى فعلا البوكس بتاعك، فانت بتسيرش في حته الميه مفترض اكتف سايت في منطقه تلاقي الافينيتي بتاعتك اعلى. استنى التاني عن التشارجد 10/4. السؤال بقى ده كده، دي كده نقطه البوكس. النقطه الثانيه، في فرق الافينيتي بتاع احسن واحد مثلا، او يمكن احسن اثنين نفس الحاجه، اول اثنين نفس الحاجه، او اول ثلاثه كمان، يمكن اول اربعه صح، اول ثلاثه شبه بعض تقريبا في الافينيتي. خد بالك انا كنت بعمل دوكنج ليه؟ ده بتاعهم كده مع بعض، وده اللي هم كانوا ايه اصلا، اللي هو واحد كان عنده بارشل تشارج، واحد ما عندوش تشارج اصلا. متخيل ليه بقى؟ ده معنى اولا معناه وجود التشارج بارشل تشارج او عدم وجودها في البي دي بي كيو تي مع السكورنج بتاع الفينا. يعني ايه سكورنج بتاع الفينا؟ يعني لما نفتح ده كده بيقول لك هنا ايه السكورنج فانكشن فينا سكورنج فانكشن. انا دلوقتي عندي اوتو فينا، تعالى كده نرجع تاني للهيلب اللي كانت هنا من شويه، الاختيار بتاع السكورنج الديفولت فينا. فانت المتاح هنا اي دي 4 اوتودوك 4 فينا وحاجه اسمها فيناردو. ده دولت حاجات اتضافوا في النسخه اللي هي 1 2 7 1 2 1 2 7 او من اول 1 2. تمام، قبل كده كان فينا بس. ماشي طيب، ففينا بس مش محتاجه بارشل تشارج. انت لو حطيت مليون لكل اتوم هتشتغل عادي نفس الافينيتي زي ما كان واضح اهو، زيروهات وارقام والاثنين نفس الافينيتي تقريبا يعني. تمام. طب تعالى بقى نبص، دي كده نقطه الايه التشارج. تعالى بقى نبص على مكان الدوكينج. نفتح الاثنين على بعض، نفس الحاجه تقريبا، مفيش اختلافات اصلا، تفاهم بسيطه في الحاجات الاخيره يعني. ماشي، بس المهم اللي يهمني ايه بقى؟ البريسبتور بيعمل فين دوكينج. ماشي، اقلب، ها ابعد واحد، ابعد يمكن ابعد واحد شويه، ماشي، كلهم تقريبا في نفس المكان، مفيش حاجه كانت بره هنا. تمام. بص على الدكتورز عشان ايه نقارن بنفس الفكره. ممكن نمسحنا كده خلاص، مش عارف يتمسح ولا يقول كده مسح. طيب نجيب الايه اي واحد بقى منهم، نفتح الاثنين ونبص عليهم. ماشي، فين الاوت؟ ده كده اللي تشارج، يس كونفرميشن يس، نلونه ك ماشي جوه البوكيت، مفيش اي حاجه منه بره، مفيش ولا اتوم. نقلب، لسه جوه البوكيت، مفيش اي كوره خضراء بره، كله جوه البوكيت. اه 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 يعني ماشي ماشي اطراف الاتومز مش كل الليجند بره يعني، كل الليجند جوه هنا، كل الليجند يعني اتوم واحده بره. ماشي، ستيل جوه البوكس برضو. ماشي، طبعا خد بالك هنا ده عشان انا ظاهر كفاندرفيل، لكن لو انت خليتك يعني اتوم شويه لا هتلاقي كله جوه البوكس. تمام، كل الكونفورميشنز ايه، لو وصلنا للاخر خلاص كله جوه البوكس. نفتح التاني ايه، تبقى مقارنه ايه واضحه، اللي هو الانتشارجد. ماشي، مش عارف كده يعني فعلل الاثنين ولا ايه، نمسحها خلاص الاولاني مش عارفينه ونظهر ده. ده لونه احمر دلوقتي اهو، نجيب من الاول. ماشي كده الاول الاحمر هي اهو، جوه البوكيت، جوه البوكيت، جوه البوكيت، مش اي كور حمراء جوه بره البوكيت. يعني ماشي. تمام، عرفت ايه بقى اللي انت كنت تعمله غلط قبل كده؟ دي حاجه لسه مكتشفها قريب يعني. ماشي، فسريعا اول حاجه لو هتشتغل باوتو دكتورز السبيسنج لازم يكون واحد. ماشي، واحد ده لازم. وساعتها بقى اقعد بقى اظبط لي بقى ايه السايز بتاعك. ساعتها الارقام اللي انت تاخدها من هنا بقى دي لما تيجي تعمل لها دوكنج فينا اللي هو 1 2 7 تلاقي فعلا الوحدات بالانجستروم. اللي انت شايفه هنا هو اللي بتعمله دوكنج هناك، مش ده حاجه ودي حاجه. دي اول حاجه. تمام، الحاجه الثانيه مش محتاج ديفت شارج اصلا، يعني انت ممكن باي طريقه اي كود بيحول لبي دي بي كيو تي هستخدمه اصلا. ماشي، دي نقطه ثانيه، بس طبعا عليك ايه تجهيز. مش محتاج بقى لو انت عندك مليون مركب مش محتاج بقى تفتح واحد واحد على اوبن بابل او اس او تولز وتقعد تحول وتضيف بارشال تشارج بقى ووجع الدماغ ده. اصلا يعني تحويل الاوتو دوك، تحويل البروتين البي دي بي كيو تي ممكن بس باوبن بابل اصلا. تمام، ومش لازم تشارج عليه برضه.
ماشي، بس احنا بس فتحنا على اوتو دكتورز عشان نظبط البوكس السايز ونقول موضوع السبيسنج والحاجات دي. تمام. آه فدي كده شويه معلومات جديده. موضوع السبيسنج في اوتو دكتورز، موضوع التشارج مش مهم اصلا مع السكورنج فانكشن بتاعت فينا. اي دي 4 لا، دي محتاج بارشل تشارج وهتاثر بقى في النتيجه. اعتقد برضو في النهارده نفس الكلام. تمام. طيب واحد كده معرفش انت خدت بالك ولا لا، هو انت بصيت كده في الهيلب في حاجه اسمها سبيسنج هنا. ايه دي؟ هي دي نفس بتاعت اوتو تولز؟ لا. ليه بقى؟ هي نفس المعنى نفس الفكره، اللي هو برضه بيقعد يقسم لك الجريد لمربعات صغيره. بس خد بالك بقى هنا، اللي هنا بيقسمه هو ده، اللي هو اصلا بالانجستروم. بمعنى هنا لما كان السايز 30 30 30 فانت عندك بوكس 30 30 30 انجستروم. تمام. ده بقى اللي هيتقسم لك بمربعات صغيره طولها 3 7 5 انجستروم. اللي انا كنت عامله غلط من شويه اللي هو كان ارقام كبيره كده بالسايز، لو كان من بره هنا ده هنا ماشي، اللي هو الارقام دي بالسايز. تمام. دي اللي هتتقسم لك للمربعات الصغيره اللي هو طول كل واحد 3 7 5 انجستروم. فهنا اصلا الجريد كبير وهيتقسم لك مربعات بالطول ده. تمام. فده ديت النقطه. السبيسنج بتاع فينا هو نفس المعنى لكن مش نفس التاثير. اللي بيتقسم هو البوكس او الجريد سايز في فينا. اوتودوك تولز اللي بتقسم لك هي البوينتس، او يعني عشان البوكس اللي انت شايفه حاصل ضرب البوينت في السبيسنج اللي انت بتشوفه في اوتودوك تولز. فالارقام اللي انت شايفها في اوتودوك تولز دي بوينتس مش انجستروم. تضربها في السبيسنج تطلع لك انجستروم. فعشان يبقى اللي انت شايفه بقى في فينا او اللي بتعمله دوك من فينا هو نفس اللي انت شايفه في اوتودوك تولز، لازم تخلي السبيسنج واحد عشان يبقى فعلا الرقم البوينتس هو بيقابله الانجستروم. تضرب الاثنين في بعض هيطلع لك نفس الرقم الانجستروم لما تكون واحد يعني. تمام. فدي بقى شويه حاجات يعني حبيت اشارك معاكم. تمام. آه طبعا الاوامر حتى ممكن اخدها كوبي بيست حتى في الايه في في الديسكربشن تحت في الفيديو. طبعا اللي كانت موجوده النسخه بتاعت اوبن بابل الجديده. تمام. اللي هي 3 1 مش 2 4. تمام. هنا بس في امر يعني لو انت عايز ماشي. في بس حاجه اخيره نسيت ايه اتكلم عنها. دلوقتي انا افترض انت دلوقتي انا عملت دوكينج لايه؟ تو ليجنز مثلا يعني. تمام. طلع لي تو لوجز، كل لوج فيه الافينيتي بتاعته. صح. طيب انا عايز بقى اجمع ده واقارن. طب بقى تفتح لوج وتحط بقى في اكسل مانيوال؟ لا، ده وجع دماغ. انا مش بحب وجع الدماغ. تمام. فهنعمل ايه؟ في كود هنا جميل بيشتغل على الويندوز اسمه سمرايز لوجز، هيبقى موجود برده في اللينك درايف يعني. تمام. هتاخده كده كوبي او تنزله يعني تحطه في الفولدر اللي انت تطلع فيه اللوجز، وتفتح السي ام دي عادي طبعا من نفس الطريقه بتاعتنا. تروح كاتب ايه؟ سمرايز لوجز انتر. فهيقول لك لو عمل بروسيسنج لتو لوجز بالاسامي بتاعتهم وطلع لك فايل اسمه سمري دوت اس في، وهتفتحه هيطلع لك الاكسل الجميل ده. ايه ده بقى؟ كل سطر ليجند، كل عمود كونفورميشن. مقارنه بسيطه خالص ترتب على احسن عمود يعني نفس الرقم اصلا يعني مش احسن تغيير. تمام. وتقدر ايه تقارن الليجندز بقى مليون مركب بقى تريليون مش هيفرق معاها طالما فتح في اكسل يعني. تمام. ماشي. فده كان دوكينج بالطريقه الصح. تمام. من غير ما اضيف تشارج. شفنا زي ما شفنا في البارشل تشارج ملهاش اي تاثير خالص في الافينيتي مع فينا تاني مع سكورنج فانكشن فينا. تمام. شفنا ازاي حدد البوكس بالطريقه الصح على اوتودوك تولز. طبعا في طرق تانية ممكن تحدد بقى بوكس يعني مش موضوعنا. تمام. وعرفنا ازاي لما يكون عندك 5000 لوج او ايا كان لوجز ازاي تجمعها في ملف اكسل بكود بيشتغل على ويندوز مش محتاج بايثون. كان في فيديو قبل كده عاملها اللي هي بنفس الكود نفس الفكره كده نفس الاوتبوت بس بكود بايثون. فانت مش محتاج بقى سطب بايثون ولا اي حاجه طالما عندك ويندوز هيشتغل الكود. تمام. او كده كده السي ام دي بينزل مع ويندوز مش بتسطبه. تمام. فبيطلع لك كل سطر بالافينيتي بتاعتهم برضو نتاكد يمكن نبدل السطور ولا حاجه. نفتح لنا اي واحد اللي هو بتاع التشارج مثلا. نجيب الاكسل. ادي اول صف 10 4 5 10 3 5 سالب 10 9 9 6 1 9 6 1 1 و 3 7 6 3 5 5 3 3 8 1 3. زي الفل زي الفل. تمام. طبعا اللي اتعمل في واحد هيبان في التاني. تمام. فده كده ايه الاكواد بتاعتنا الجميله لغايه الدوكينج بالطريقه الصح. مفيش تاثير للبارشل تشارج مع فينا وازاي تجمع اللوجز في
فايل واحد بكود بيشتغل على البايثون، على اسف، على ويندوز سي ام دي، مش ولا بايثون ولا لينكس ولا اي حاجه. تمام. طيب، فاتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.